لأن كثيرون يسيرون بما كنت أذكرهم لكن مرارا والآن أذكرهم أيضا باكٍ وهم أعداء الصليب. كانوا مش مؤمنين، كانوا فكروا مؤمنين بس طلعوا مش مؤمنين. المسيح أبدا مش عدو للصليب المؤمن الذي نهايتهم الهلاك. المؤمن لا يهلك. الذين له إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. حط 3 خطوط تحت الكلمة يفتكرون في الأرضيات. في قصة الغني الغبي بلوقا إصحاح 12 قصة حلوة كثير، متأكد قارئينها، لكن كل ما أقرأها بتذكر صف من الصفوف اللي أخذته. كان كل سمستر كان المفروض علينا نعمل مشروع كيف تفتح بزنس وكيف تبني بالبزنس، تحط له شعار، تستثمر بالبزنس، تطلع أرباح، تستثمر في الأرباح في هذا البزنس وتكبر البزنس تبعك. فلما أدرس هذا المقطع طلع عليه بعطيه A+، 100% ناجح، عمل شغلات رائعة جدا. شخص عنده محصول، كل مرة عنده أرض بزرع الأرض بيطلع له محصول وبيستثمر وبحط محصوله في مخازن صغيرة وبيبيعها وبيعيش. لكن مرة المحصول كان كبير، لما يحكوا في بلادنا الزيتون كان حامل والقمحات لا. المحصول كبير، فشو عمل؟ فكر فيها، قال أهدم مخازني صغيرة وأبني مخازن كبيرة. فيها غلط؟ لا، استثمار. العائد بيستثمروا في اللي عنده. ببني مخازن كبيرة وببيع وارتاح يا نفسي. غلط؟ يعني بدي أحط لي من أكل شوي عشان لما يكون عمري 40 سنة 401k يعني يتقاعد شوي يصير لي ما أقف على باب وولمارت وأقول ويلكم تو وولمارت ويلكم تو ماي وأشياء. لا، بدي ارتاح الرجال، ما عندي شيء غلط. صحيح لما أطلع على كل قصة ما بشوف، أنا مش لاهوتي ولا بعرف إذا كلامي لا بصححوني، بس ما بشوف فيه غلط، ما عندي شيء غلط. إذا أنا مش مؤمن قرأت المقطع لحالي، بالعكس لما واحد بده يستثمر في البزنس بده يجيب ناس أكثر تشتغل، بده يجيب ناس تساعد بهدم المخازن وتكبيرها، يعني راح يوظف ناس أكثر يحصدوا ويعملوا هذا، يعني في عائلات راح تستفيد، ناس راح تستفيد. ما عندي شيء غلط، لا كتب في التاكسز ولا قال أنا الليلة بكون عندي شوال شعير بخلط الشعير مع القمح وبطحنه، الله ما حدش شايف. الكذب شوي ما حدش شايف، بخلط الزيت مش كويس مع الزيت كويس ما حدش شايف، بمشيها ما حد هيك. لكن عمل غلطة واحدة كلفته حياته على الأرض في النهاية. غلطته الوحيدة إنه الله لا يوجد في الصورة. الله لا يوجد في الصورة. يفتكرون في الأرضيات، كل فكرة في الله.